السلام عليكم عزيزي الرايق، اهلا بيك في فيديو جديد مع محمد مسعد. النهارده هنعمل ريفيو لساعه سمارت من براند هاينوتيكو، البراند الشهير جدا اللي بيعمل ساعات خرافيه، براند قايم جدا ويستاهل، واحنا عاملين ريفيوهات او مراجعات لكل الساعات اللي بينزلها بفضل الله. لكن في النص كده سقطنا ساعه كده، يعني جت غريبه شويه ان احنا ما عملناش ريفيو. لكن لقيت ناس بتكلمني بتقول لي احنا عايزين النور بيقطع وعايزين الساعه الار دبليو 46. يا جماعه ايه علاقه النور بالساعه؟ قالوا لي ان الساعه دي فيها كشاف، فجبناها بقى قلنا نراجعها في الفيديو ده. الار دبليو 46 من هاينوتيكو، الساعه اللي فيها كشاف. هنراجعها في الفيديو ده ونعرف تفاصيلها، فيها شويه تريكات حلوين. بس قبل ما نبدا الفيديو ده عايز رايق اعمل لايك كده دعما منك لاخوك محمد، واشترك في القناه لو عجبك المحتوى، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه العزه والكرامه. ويلا بينا نبدا الفيديو. 4 3 2 1. نسمي الله بقى، وده شكل كرتونة الار دبليو 46، الساعة اللي احنا نسيناها في النص كده وراجعنا اللي قبلها وراجعنا اللي بعدها. جايب لك هنا حاجة مختلفة جدا ما شفتهاش في أي ساعة من ساعات هاينوتيكو، اللي هي كلمة ويز تورش. دي معناها إن الساعة فيها كشاف زي ما هو راسم لك كده. هنفتح ونشوف مع بعض. طبعا الطبيعي بقى إن هي جاية بثلاث استرابات، بتشتغل ببرنامج الاتش دي فيت برو. تمام. الساعة اسمها ار دبليو 46 نون ميديكال، يعني المنتج ده مش منتج طبي. شويه بقى الامكانيات اللي مكتوبه على ظهر الساعه، زي انك ما ينفعش تشحنها غير بشحن 2 امبير كده، وصوره كده بيوضح لك كمان ان الكشاف بتاعها قوي. تعالوا بقى نفتح الكرتونه مع بعض كده ونبص على امكانيات الساعه. نسمي الله بسم الله كده ونفتح كده. كعاده هاينوتيكو تقفيل محترم جدا للكرتونه. استرابات مش هنتكلم عنها كتير، اتكلمنا عنها في كل الموديلات. خامات محترمه جدا، واحد ميتال لونه اسود، والتاني جلد لونه اسود، والتالت رابر لونه اسود بخامات محترمه. ده بقى اللي يهمنا الساعه بتاعتنا. طبعا لو رفعنا دي كده يا جماعه بنلاقي شهاده الضمان والشاحن. تمام. بداوا برضو هاينوتيكو تطور في الشواحن بتاعتها وتعلي من الخامات بتاعتها. مهم جدا يا جماعه انك تترجم اللي على الشاحن ده وتقراه، علشان ناس كتير جدا ساعاتها بتبوظ بسبب راس الشاحن. مهم جدا تقرا ده وتترجمه. تعالوا بقى مع بعض كده نبص على الساعه دي. ده شكل الساعه، ده شكل الساعه. تعالوا نشيل اللزقه دي كده نحطها هنا، ونشيل بقى الكرتونه علشان نتكلم على الساعه بتاعتنا. ده بقى شكل الساعه. من الواضح كده ان الساعه كلها ميتال. تمام. وزنها تقيل سيكه الى حد ما. تمام. وده الشكل بقى، ثلاث زراير على اليمين. والجميل هنا ان هو كاتب لك الحاجات اللي بيعملها الزراير. ده اللايت، ده الباك الزرار اللي بيرجع، ده الزرار اللي بيجيب الاوضاع الرياضيه زي ما انت شايف كاتب لك اهوت سبورت، والناحيه الثانيه ده الستوب ستارت اللي بيوقف التشغيل، وده كمان المنيو اللي بيخش على المنيو. تمام. الساعه ظهر الساعه فيه 4 مسامير والحساسات، والوش برضو فيه 4 مسامير. خامات محترمه جدا، ساعه شكلها شياكه للناس اللي بتحب الحاجات التقيله الفخمه اللي تملى ايديها كده، اللي بيحس ان هو لابس ساعه. تعالوا مع بعض كده نفتح الساعه ونبص على امكانياتها الداخليه. تفتح طبعا بشعار هاينوتيكو. نختار اللغه عربي ونخش نسجل دخول على الساعه. تقول لك تابع للبرنامج، احنا عايزين نفتح من غير ما نتابع. وبرده من اول ال 44 كده وانت طالع شايف انا تحسن في جوده الشاشه بتاعت هاينوتيكو. الشاشه كده جودتها حلوه جدا. بص كده في هنا سكرول اللي بيقلب، شويه خلفيات محترمين جدا جدا. يا جماعه الشاشه جودتها محترمه بصراحه. شوف بص كده شويه خلفيات حلوين قوي برده، كلهم دارك بلاك كده. تمام. حاجه محترمه يعني. تمام. طبعا الزرار ده بيدخلنا على التطبيقات، اما الزرار اللي تحت ده زي ما قلنا بيوقف التشغيل بتاع الساعه، والزرار ده بيدخلنا على الكشاف. وهي دي الميزه الاساسيه اللي معانا في الساعه النهارده، اهم ميزه. كشاف محترم جدا، كشاف جودته بص كده معلم على ايدي، حتى في اضاءه الهيد بتاعي والرينج لايت الاثنين شغالين، والكشاف نوره باين ما شاء الله، يعني نوره حلو جدا وفي مكان محترم جدا، بحيث انك لو بتلبسه كده وبتنور قدامك. دي اول ميزه في الساعه هتلاقيها مختلفه عن الساعات الهاينوتيكو كلها. دي حاجه حلوه جدا بالذات في النور اللي بيقطع ده. بعد كده عندك ده الزرار، طبعا لو انت جوه كده ده الزرار الباك اللي بيرجع. عندك كده ده الاوضاع الرياضيه، والاوضاع الرياضيه عندك هنا المشي، الركض، كره القدم، الجري. تمام. ما علينا. تعالوا نخش بقى على التطبيقات. انا مش عايز اكلمك كتير عن موضوع التطبيقات ده، لان زيها زي ال 44 زي ال 49، هو الاختلاف التصميم. زي ما احنا شايفين عندك هنا السبيكر بتاع الساعه والمايك. تمام. فتحات المايك. تمام. بس هنا نتكلم عن السوايبات. لو سحبنا من فوق بيجيب لك الشورت منيو اللي فيها البلوتوث، لازم تفعله طبعا عشان موضوع المكالمات، وشويه الحاجات بقى اللي هو وضع النوم والاعدادات. تمام. لو سحبنا من الجنب اليمين كده بيجيب لك لازم تقترن دي المكالمات. تمام. ولو سحبنا من الجنب الشمال برضو منيو كده فيها شويه حاجات عن الحاجات الطبيه يعني والامكانيات بتاعت الساعه. ولو سحبنا من تحت كده بيجيب لك الاشعارات اللي هنتكلم عنها دلوقتي. وقبل ما نخش في تفاصيل، الساعه بتتربط في الموبايل كده بربط واحد.
ربط واحد لكل حاجه، لان الاول كانت بتتربط بربطين، ربط المكالمات تمام وربط كمان للساعه. لا دي ربط واحد بيربط كل حاجه، ولازم تربط الربط ده كمان من البرنامج بتاع الساعه، من البرنامج بتاع الساعه. تمام وتدي كل الصلاحيات بتاعتك للبرنامج. عندك هنا الهاتف، الرسائل، عدد الخطى، عدد ضربات القلب، ضغط الدم، نسبه تشبع الاكسجين في الدم، التمارين، وضع النوم، الضغط، التنفس، تمام، صحه المراه، الموسيقى اللي بتقدر تتحكم في الموسيقى اللي على الموبايل، بعد كده المساعد الصوتي، الكاميرا، الطقس، سمة الهاتف، ساعة الإيقاف، المنبه، الآلة الحاسبة، العثور على الهاتف، التقويم، إنك توصل الهاتف بالساعة. عندك هنا في بوصلة، عندك تتبع الحركة وده جي بي اس. بعد الجي بي اس حرارة الجسم، ألعاب، عندك نسبة السكر في الدم، الارتفاعات، الإعدادات، البلاحة، برضو دي حاجة مرتبطة بالجي بي اس. تمام. وعندك هنا الإعدادات، إعدادات اللغة، تقدر تغير اللغة زي ما أنت عايز. تمام. هنا لو عايز تنزل البرنامج، هنا لو عايز توصل البرنامج. بعد كده عندك مصباح، بعد كده عندك وضع الاولوس اون ديسبلاي اللي هو ده. تمام. وعندك بعد كده عاده الاولوس اون ديسبلاي عايزه يغيب معاك قد ايه، 60 ثانيه او عاده ساطع. تمام. بعد كده عندك وضع توفير الطاقه. المفاتيح دي بقى تخصص المفاتيح، تخصص المفاتيح ده يعمل ايه وده يعمل ايه وده يعمل ايه وده يعمل ايه. وضع توفير الطاقه، التذكير بالصحه، السطوع طبعا، توطي الاضاءه تعلي الاضاءه. كده عندك مهله الشاشه ده الويك اب. تمام. بعد كده وضع الدي ان دي، ده وضع النوم ووضع عدم ازعاج. تاكد مليون في الميه انهم مش شغالين، لان هم بيوقفوا حاجات كتيره جدا في الساعه. عندك الصوت والاهتزازات، تقدر تشغل الصوت، تعلي الصوت، توطي الصوت، وكذلك الاهتزازات. بعد كده تقفل الساعه برقم سري عادي خالص. بعد كده الوقت، بعد كده عندك اعاده ضبط المصنع، اعاده التشغيل، ايقاف التشغيل حول الساعه اللي هو الفيرجن بقى وفيرجن السوفت وير والحاجات دي. تمام. زيها زي كل ساعات هاي نوتيكو الجديده، مفيش اي اختلافات. زي ما انت شايف ده الاولوز اون ديسبلاي، برضه اولوز اون ديسبلاي محترم، الشاشه محترم، الشاشه وخامات الساعه لا يعلى عليها. طبعا يا جماعه الساعه دي ضد الميه بشكل كامل، ضد الميه كده بشكل كامل. لو حطيناها في الميه كده، تمام، بص كده، ضد الميه الاستخدام الخفيف، يعني شويه ميه كده عادي خالص، لو اتغمرت كلها في الميه عادي خالص. لكن بلاش ضغط الميه اللي هو ايه، بلاش سباحه وموج وامواج وكده، وبلاش كمان تحطها بشكل مباشر تحت الحنفيه كده بشكل مباشر. وبلاش كمان غوص، يعني الموضوع الغوص ده احنا لو قلنا سباحه على وش الميه مش هنختلف في بسين او في حمام سباحه. لكن غوص برضو دي اللي هتبقى مشكله، لان هيبقى في ضغط على الساعه، وهي مش ضد الضغط، مش واخده شهادات ضد الضغط، لا هي ضد الميه للاستخدام الخفيف. طبعا عندك الشاشه كمان ضد الكسر، ضد الكسور والخدوش، يعني لو كده مش هتتخدش، يعني لو سن حاجه كده خبطت فيها مش هتتخدش خالص، الا بقى لو حاجه جامده يا جماعه. مش عايز يعني ما تجيبش شاكوش وتضرب الساعه بيه، يعني ما تجيبش شاكوش وتضرب الساعه بيه، لا لو حاجه خفيفه كده مفيش مشكله خالص. تمام. وتعالوا مع بعض برضو نشوف الاشعارات وشكل الاشعارات. بص كده، ده اشعار الماسنجر، جاي اللغه العربي كويسه جدا واضحه جدا، التاريخ بتاعه جاي، الوقت بتاع الاشعار جاي. تمام. ولو طلعنا تاني كده هنلاقي الواتساب، اشعارات برضو بتاعت الواتساب. بص كده، تمام، ناس بتقول كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. احنا كده شغلنا كشاف، نرجع تاني. تمام. نبص كده الاشعارات، 45 رساله، بيجيب لك كل حاجه. بص كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تمام. بتجيب لك بقى كل اشعارات البرامج، مش هتلاقي برنامج غير لما تجيب لك الاشعارات بتاعته. تعالوا بقى مع بعض نعمل مكالمه. ونسينا نقول ونتكلم يا جماعه ان الساعه دي اي حد هيرن عليك الاسم بتاعه هيظهر، مفيش مشكله خالص. زي ما انت شايف كده النوتيفيكيشن بتيجي اهي، اي حد هيرن عليك الاسم بتاعه هيظهر، مفيش اي مشكله خالص. تعالوا بقى نعمل مكالمه علشان نشوف الصوت. كده احنا بنرن طبعا، ده صوت الساعه في الرنه. بص كده، صوت عالي، انا ملاحظ يا جماعه موضوع الصوت ده صوت عالي جدا جدا. خلينا بس اللي بنرن عليه يرد علشان نقدر ايه نتكلم كده ونشوف برضو صوت المايك. ايه الاخبار، سامعاني؟ سامعاني كويس؟ طيب تمام، الصوت يعني واضح. ده كان الصوت يا جماعه. طبعا احنا نقدر نعلي الصوت، نوطي الصوت، نقفل المايك، نقفل كمان المكالمه. تمام. وفي ميزه كمان ان احنا نقفل الشاشه، يعني احنا لو قفلنا الشاشه كده تمام المكالمه تفضل شغاله عادي خالص. دي برضو من المميزات اللي مش موجوده في ساعات كتير. ودي بقى كانت كل حاجه عن الساعه على السريع كده. الساعه فيها نظام ال 12 ساعه، ضد الميه، ضد الخدوش، فيها مكالمات، فيها اشعارات، اوضاع رياضيه، اوضاع طبيه، فيها كل حاجه موجوده في اي ساعه. شاشتها حلوه، فيها تحسينات كتير في موضوع الشاشه. الاولوز اون ديسبلاي بتاعها ممتاز جدا، ما شفتش فيها عيوب غير وزنها زياده حبتين. لكن طبعا احنا كرجاله يعني الموضوع الوزن ده مش هيفرق معانا خالص، هي ساعه رجالي.
تمام. برضو الوانها والوان الاسترابات حلوه جدا، في منها اللون السيلفر كمان، هعمل لكم بيه ريلز هينزل ان شاء الله، او شورت هينزل على قناه اليوتيوب وعلى صفحه الفيسبوك. احنا كده خلصنا الفيديو. لو عندك اي سؤال اسالني تحت في التعليقات، ولو عجبك المحتوى اشترك في القناه وفعل الجرس اكيد عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش اللي قلته لك في اول الفيديو، اخواتنا محتاجيننا جدا جدا جدا. استمر في المقاطعه وادعي لهم ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.